انا بقول لك دلوقتي بقى، اوعي تحوشي، اوعي تشيلي مصروف، اوعي تشيلي من مصروف البيت، اوعي تعملي اي حاجه. شيلي الفلوس دي وخليها للاكل والشرب بتاع الشهر ده. احنا اقسم بالله ده التوفير الحقيقي اللي انت هتمشي عليه الشهر ده. ولا هحرم ولادي، ولا هخليهم بقى محتاجين حاجه، ولا هخليهم يبصوا للناس، وهخليهم ياكلوا احلى اكل واحلى حاجه الشهر ده بالذات. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي، ما تنسونيش في اللايك والشير بالله عليكم. الشهر ده بالذات شهر الخير والبركه. مش هشيل ولا هحوش حاجه. ليه يا ماما لومي؟ مش انت بتقولي حوش؟ لا، بس الشهر ده، الشهر ده شهر الخير والبركه. انا كل حاجه هعملها في البيت بدل ما انا بشيل 10% كل شهر، لا مش هشيل المره دي. ال 10% دي اخلي ولادي يتبسطوا بيها، اخلي ولادي ياكلوا ويشربوا بيهم، اخلي ولادي مش محتاجين حاجه، اخلي ولادي ما نفسهمش في اي حاجه. كل حاجه هعملها لهم الشهر ده عشان ما يتحرموش، عشان ده شهر الخير والبركه. همشي على قدي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هقول لكم كتير، الفيديو ده جامد جدا جدا جدا. اصبري بس على حالك واسمعيني للاخر، لان الفيديو ده فيه شويه حاجات حلوه قوي قوي قوي. لما هقول لك تمشي على ايه وتجيبي ايه هتبقى حاجه كويسه، ومش هتوفري في الاكلات دي. بالعكس، الاكل معاكي هيتوفر، الفلوس مش هتوفري فلوس، وممكن كمان ببركه ربنا هتلاقي الفلوس اتوفرت من غير حاجه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الشهر ده شهر ايه؟ شهر الخير، شهر البركه، شهر اللمه، شهر الحلو اللي هو بنستناه من السنه للسنه. صلوا على سيدنا محمد. انا الشهر ده هجيب فيه لحوم، وهجيب فيه فراخ، وهجيب فيه كفته، وهجيب فيه كبده، وهجيب خضار، وهجيب كل حاجتي. ازاي يا ماما لومي؟ طب وبعدين الفلوس؟ قلت لها حبيبه قلبي، انت دلوقتي مش هتشيلي، مش هتحوشي. امال هعمل ايه يا ماما لومي؟ انت دلوقتي حبيبتي هتاكلي عيالك اللي هم نفسهم فيه. اللي انت كنت بتمشي يوم ويوم وتطبيق ومش عارف ايه وتحطي ده وتشيلي ده، لا، الشهر ده مش هتعملي كده خالص. الشهر ده هتمشي على قد ميزانيتك كلها كامله متكامله للشهر ده. ليه؟ لانك انت هتجيبي لبس العيد، لان هنا في لبس العيد. يعني كل مره بنشيل وفي لبس العيد. كل مره بقول لك وفري من الكهرباء، والكهرباء بتبقى زايده. اقول لك على حاجه، الكهرباء طبعا احنا كلنا هنتلم في اوضه واحده بنتفرج على التلفزيون مع بعض، ان كان على تمثيليه، على فزوره، على مش عارف ايه، انت وولادك هتتفرجوا مع بعض. بس يكون وقت معين للمذاكره، وقت معين للفرجه، وقت معين للصلاه والاذكار والتلاوات القرانيه والتراويح وقيام الليل والكلام ده كله. وعودي ولادك واعملي ركن كده في الشقه للتسابيح والصلاه والكلام ده. انت وولادك كده خدوا. جوزك بينزل تحت في الشارع بيصلي صلاه التراويح، العشاء والتراويح بره، خلي ولادك يروحوا معاه. في بنات معاكي خليهم معاك انت، وانت قيمي بيها بالصلاه، اقعدي انت وصلي بيها، وعرفيها عيالك صغيره، عوديها، عرفيها ان انت تصلي ازاي. ده من ضمن الايه، الاركان بتاعه رمضان. والجو اللمه الجميله، الجو اللمه الحلو، لمه العيله بتاعت زمان. انا دلوقتي يا ماما لومي، انت بتتكلمي دلوقتي بتقولي لي ان انا مش هشيل ولا اعمل واكل ولادي. اه يا حبيبه قلبي، يعني انت بتاخدي المصروف كله كنت بتشيلي منه 10% على جنب. يعني مثلا ايه، لو مثلا بتاخدي مثلا 5000 جنيه، بتشيلي 500 جنيه. لو مثلا بتاخدي اللهم صل على سيدنا محمد 6000 جنيه، بتشيلي 600 جنيه. وساعات بتشيلي كل يوم زي ما احنا كنا بنتكلم، نحط في علبه كده ونقوم شايلين فيها 10، ده 5، ده مش عارف ايه الكلام ده كله، صح؟ يعني بتشيلي في حوالي في الشهر بتاع 1000 جنيه. انا عندي دلوقتي عيلين او ثلاثه او كده. طبعا جوزي عارف ان هو فيه لبس عيد، وعارف ان الشهر ده بشهرين زي ما بيقولوا. لا، انا الشهر ده بشهر واحد. ازاي يا ماما لهم؟ هجيب لهم حاجه حلوه. صينيه الكنافه هتقعد معايا يومين، صينيه الجلاش هتقعد معايا يومين ثلاثه. هجيب مثلا كيلو البرتقال اعصره ونشربه كله. هجيب مثلا حاجات العصاير دي، يوم نعمل ويوم ما نعملش، مش حاجه يعني، الدنيا مش مطلعه ومش حرام. لا، انا همشي على قد امكانياتي، ولا اروح استلف، ولا اروح اجيب، ولا اروح اعمل علشان ايه نبقى مبسوطين. البطن مش هتقول لك لا، والكلام ده انا بقوله ده مش بخل ولا حرمان، ده عدم راي. امشي صح هتمشي كل حياتك كلها صح. انت قولي يا بركه ربنا والفلوس تبقى في ايدك. خدي طلعي صدقه لله، واعملي حسابك كل يوم وانت بتعملي الاكل. والله العظيم ثلاثه ربنا هيبارك لك في الاكل، وهيبارك لك في عيشتك، وهتلاقي الطاقه اتنين وجالي كده من حيث لا تحتسبي. اسمعي اللي انا اقول لك عليه. صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله، عشان الناس اللي بتقولي خشي ارغي وهري وقولي هري وهري، انا بهري.
وانت جايه تخشي لي يا منفوس مريضه، خشي لي، وانا مش عايزه اعمل لك بلوك واشيلك، لان انا مش هنزل نفسي مستواكي. تمام. صلوا على سيدنا محمد. انا دلوقتي باخد الفلوس وباخد الحاجات دي وبعمل الاكل. حله الخضار، لو طلعت شويه رز وشويه خضار وحته دبوس، حتى دبوس او جنحين او جنح من اللي انت عاملاه، او حته بانيه او صباعين كفته او حته كبده من اللي انت بتعمليه، من الاكل اللي انت بتعمليه، وحطيتيها في قلب طبق او علبه واديتيهم حاجه لله، هيجيلك اضعاف مضاعفه. الرزق اللي داخلك مش هتعرفي منين، والبركه اللي هتهل عليكي مش هتعرفي ازاي. ويبقى بركه ربنا فوق كل شيء. اسمعي اللي انا بقول لك عليه، والله ما هتندمي ابدا. والبركه هتبقى بركتين، بس انت ما تشيليش بقى حاجه بقى بره، يعني ما تشيلش فلوس على جنب. هتلاقي انت نفسك شايله فلوس على جنب، وهتلاقي فاض منك من فلوس الشهر وحياة ربنا. لان الشهر ده خلي بالكم بشهرين، 10 ايام في شهر 2 و18 يوم في شهر، او 19 يوم في شهر 3، يعني الشهر 28 يوم. فاهمين؟ هتلاقي ربنا هل البركه عليكي الطاق 2، وهتلاقي الرزق اللي داخل عليكي ما تعرفيش من حيث لا يحتسب، وهتلاقي البركه في الاكل وفي علاجك بسم الله ما شاء الله. هتلاقي الاكل اللي فاض منك النهارده هتاكله منه تاني يوم برضه، والله العظيم. اسمعي اللي انا بقول لك عليه ده، واعملي حسابك كده ان انا خدت الفلوس ده بنيه ان انا ربنا يبارك لي فيها من جوزي، من غير كلام ومن غير خناق، وتمشي عليها البيت. هيجي العيد انزلي، لو انت هتجيبي لبس العيد انزلي دلوقتي جيبي لبس العيد لعيالك. انزلي جيبي لبس العيد لعيالك من المرتب بتاع شهر 2 ده. انزلي جيبي لبس العيال قبل الدنيا ما تزحم وقبل ما تاخدي الحاجات الوحشه. انزلي بقى فين؟ الموسكي، انزلي الوكاله وجيبي الحاجات دي هناك رخيصه. العتبه، الحاجات دي رخيصه هناك. هتجيبي للعيال الطقمه اللي انت عايزاه. مثلا ممكن واحد عنده كوتش حلو اغسليه له وخيطيه لو في خيط ويلبسه خلاص. بنطلون جينز عنده تلبسيه تجيبي له تيشيرت عليه، او عنده تيشيرت وتجيبي له بنطلون عليه كده. وفقي ما بين ده وده. فاهماني؟ هو ده هتبصي تلاقي الدنيا مشيت معاكي زي العسل، مشيت معاكي زي الفل. وربنا بارك لك بالوجبه اللي انت بتطلعيها كل يوم وباللي انت بتعملي ده، عشان انت بتتقي الله، فربنا هيبارك لك في عيشتك، وربنا يبارك لك في مرتب جوزك، وهتلاقي مرتب جوزك ده زي ما بيكون اتضاعف. وقولي لي واخر رمضان يبقى قولي لي يا ماما لومي انا عملت كذا وحصل كذا. والنبي بالله عليك، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، بالله عليكم ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي كده، لان الحاجات دي يا ولاد مجربه، والله مجربه. انا ببقى عامله الاكل قليل واقول ايه مش هيكفي، وبص بسم الله ما شاء الله كفى وفاض كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله يا بركه ربنا، الحمد لله رب العالمين يا رب. وتلاقي ربنا باركها كده من حيث لا تحتسبي. فالشهر ده ما تشيليش اي فلوس، ما تشيليش اي فلوس ولا تحوشي. خلي الفلوس كده كلها بحالها، ال 5000 ولا 6000 ولا 7000 اللي انت بتاخديهم زي ما هم. اوعي تتغري في المبلغ اللي انت بتاخديه، حتى لو انت بتاخدي مبلغ من جوزك جامد اوعي تتغري فيه. خلي بالك، اعملي يا مستكتر الزمان اكتر. انت اعملي بعد سند ربنا، اعملي سند برضو الفلوس تبقى معاكي. مش هروح اجيب لا ده يا ماما نومي ما انا معايا وربنا كرمني ومعايا فلوس ما اشيلش ليه؟ لا مش هشيل، ده انا هجيب بكل المرتب اللي جوزي بيدوني او المصروف اللي بيدوني هجيب بيها كل الحاجات اللي انا عايزها. طب يا حبيبه قلبي هترجعي تقولي صغرني زي الغمو بعد كده وتقولي ماما لومي قالت. انا بقول لك من دلوقتي خلي بالك من قرشك وخلي بالك من فلوسك، وانزلي جيبي لبس العيال دلوقتي، وبعدين تعالي بقى كلي واشربي يا حبيبه قلبي. وما تقعديش تبهرجي وتعملي كده، عشان بص هتلاقي القرش هتعفرك من ايدك، وتلاقي ال 100 جنيه بتنزل ما بتجيبيش حاجه، 200 جنيه بتنزلي بتجيبيهم 500 جنيه كده طياره طياره. الحاجه غاليه والحاجه يعني سبحانك يا رب، ربنا يبارك بقى في القليل. فانت بصي لحياتك وبصي لعيشتك وما تحوشيش الشهر ده. خلي مصروفك جوزك جيبي بيه كل اللي انت عايزاه في بيتك، لبس خروج عيد وبتاع اكل وكده، وجيبي ده بكل حاجه. جوزك شايل فلوس للعيال العيد خدي منه وتنزلي جيبي لبس العيد للعيال، والفلوس اللي موجوده بتاعت الشهر جيبي بيها اكلك، جيبي الاسبوع الاولاني. بصي والحمد لله رب العالمين. وكل لقمه هنيه تكفي 100. وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسيش تحطوا لي لايك وتشيروا لي الفيديو عشان الكل يستفيد، واي واحده عندكم ليها صحاب وحبايب تديها القناه بتاعتي علشان يشتركوا فيها وايه، وتزيد قناتي بيكوا عشان اروح بيها عمره ان شاء الله ان شاء الله. انا نفسي اقبض من قناتي يا ولاد، والله نفسي، بس ربنا كريم. هنقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. احنا بنقول الحمد لله وربنا كريم، وربنا مش هيضيع عمل عملناه ابدا. ان كنت بعمل حاجه في القناه دي عشان ربنا يكرمني وبنصحكم لوجه الله، فهتلاقي ربنا اللي يقف جنبي وهيبقى معايا، والله العظيم 3. ربنا ما بيسيبش حد بيعمل حاجه بصوا الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا الحمد لله بذكر ربنا وبعمل الخير، الحمد لله.
بعمل خير وبعمل صدقه جاريه كل شهر في بتاعه في معهد السرطان، بيجي لي كل شهر. فالحمد لله رب العالمين، انا مش محتاجه ان انا مثلا اقول لا انا اعمل خير لا عشان انا مش عارفه ايه، لا الحمد لله رب العالمين. وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل علشان يجيلكم شعار. ما تنسوش ماما لومي في الدعاء واللايك بتاعها. ما تنسوش يا حبايب قلبي، بحبكم في الله. والفيديو ده علشان ايه؟ ما تقولوش ان احنا يعني بتوع اليوتيوب وبتوع مش عارفه ايه والاكل والمصاريف لا، امشي على قدك وتحترم عدوك فيه. باي باي حبايب قلبي.